كان يوم هادي جدا في حي الزمالك، شوارع نظيفة، عربيات ماشية بنظام، وسكان راقيين متعودين على الهدوء والخصوصية. بس الهدوء ده كان وهم. تحت السطح في سر مخيف بيتخبى من سنين. شقة مغلقة، رقمها بمن، في الدور الثالث. مفيش حد بيخبط عليها، ومفيش حد بيطلع منها، ولا صوت بيتسمع جواها. بس في حاجة غريبة كانت دايما بتخلي السكان مش مرتاحين. من وقت للتاني ريحة غريبة بتبدأ تطلع من الشقة دي، ريحة أشبه بريحة عفن أو حاجة ميتة من سنين. السكان اتعودوا على تجاهل الريحة، وقالوا يمكن في قطة ماتت، يمكن في ماسورة بايظة، يمكن. لكن دايما في واحد في العمارة اسمه أستاذ سامي، راجل كبير في السن، كان بيبص للشقة دي كل يوم ووشه يتغير كأنه شاف شبح جوه. ودايما يقول لجيرانه: الشقة دي فيها حاجة غلط، فيها حاجة مش طبيعية، أنا متأكد. طبعا الناس كانت بتضحك وتقول عليه بيتخرف أو متأثر بأفلام الرعب، لحد ما في يوم الريحة زادت بشكل مش طبيعي، بقت تقرف وتخنق، بقت طالعة من باب الشقة كأن في حاجة جوه بتتعفن من سنين. الجيران قرروا يشتكوا للإدارة، والإدارة كلمت الشرطة. لما الشرطة وصلت كل سكان العمارة كانوا واقفين من الرعب، متجمعين عند الباب. الشرطي خبط، مفيش رد. خبط تاني، برضه مفيش. بعد إذن النيابة قرروا يكسروا الباب ويدخلوا. الباب كان قديم جدا ومليان تراب، ما فيهوش أي علامات لاستخدام حديد، كأن محدش لمسه من سنين. أول ما فتحوا الباب انفجرت الريحة بقوة في وشوشهم. البوليس اضطر يلبس كمامات علشان يقدر يدخل. ولما دخلوا، هنا بدأت الحكاية الغريبة. الشقة كانت باينة إنها ما استخدمتش من سنين، كل حاجة متربة، الأثاث مغطى بملايات، الستائر مغلقة، النور قاطع، وكأن الزمن وقف فيها من سنة 1995. بس الغريب إنهم سمعوا صوت خفيف، صوت أشبه بهمسة، كأن حد بيبكي أو بيئن. واحد من الضباط قال: في حد جوه، إحنا الشرطة، لو في حد هنا طلع فورا. مفيش رد، لكن الصوت فضل مستمر. فضلوا ماشيين ويدوروا. دخلوا أوضة النوم، مفيش حاجة. دخلوا المطبخ، برضو مفيش. لحد ما فتحوا باب الأوضة الصغيرة اللي في آخر الطرقة. هنا كانت الصدمة. على الأرض جنب الدولاب في جثة متحللة تماما، باين إنها متعفنة من سنين. الجثة كانت ملفوفة في بطانية قديمة ومربوطة بحبل، وعلى إيديها أثر تقييد. وشها مش باين خالص لأنها اتحللت، لكن البوليس قدر يستنتج إنها ست ومش صغيرة في السن. الصدمة الأكبر، مفيش أي بلاغ عن اختفاء في العمارة، محدش كان متغيب، ولا في حد اشتكى عن فقدان أي شخص في السنين الأخيرة. بدأ التحقيق. المباحث نزلت تسأل السكان. الكل قال إن الشقة دي كانت فاضية من أكتر من 10 سنين، من بعد ما مات صاحبها، راجل كبير اسمه مراد بيه. كان عايش لوحده بعد مراته ما سابته وسافرت، وقالوا إنه مات فجأة في المستشفى، والشقة اتقفلت بعدها ومحدش دخلها. طيب الجثة دي لمين؟ مين دخلها الشقة؟ ازاي ماتت؟ وليه محدش داري بيها؟ هنا بدأت المباحث ترجع الورق القديم، تدور في أرشيف قسم الزمالك، وتكتشف حاجة مرعبة. في سنة 1999 في واحدة اسمها منى، كانت شغالة سكرتيرة عند مراد بيه، اختفت فجأة ومفيش أي أثر لها. أهلها قالوا إنها سابت الشغل وقالت لهم إنها هتسافر، وبعدها اختفت تماما. البلاغ اتقفل وقتها على إنها هاربة. دلوقتي بدأت الشكوك إنها هي الجثة اللي في الشقة. المباحث رجعت لأخوها وعملوا تحليل DNA، وبعد 3 أيام طلعت النتيجة. الجثة فعلا كانت لمنى. الصدمة كانت في إن مراد بيه مات بعدها بسنتين، ومحدش اكتشف الجثة ولا بلغ عن أي حاجة. يعني عاش مع جثة في شقته لمدة سنتين، ولا قتلها وسافر، ولا مين اللي قتلها أصلا. والأغرب، مفيش أي بصمات في الشقة غير بصماته، ومفيش أي علامات عنف في المكان. الجريمة حصلت بشكل هادي جدا، كأن القاتل كان يعرف الضحية كويس وعارف يخدرها أو يقتلها بدون صوت. المحقق اللي كان ماسك القضية قال في تقريره: أكتر حاجة غريبة في الجريمة دي مش بس إن الجثة فضلت سنين بدون اكتشاف، لكن كمان إن محدش كان بيشوف أو يسمع حاجة غير طبيعية، لحد ما الجثة قررت تطلع ريحتها. بدأ الكلام عن إن الشقة مسكونة، وإن في أصوات كانت بتطلع بليل. ناس قالت إنها كانت بتشوف نور بينور فجأة رغم إن الكهرباء مقطوعة من سنين. وفي واحدة ست من السكان
قالت إنها حلمت بواحدة ست بتقولها: أنا هنا، طلعيني. الكلام ده قلب الدنيا، والناس بدأت تربط بين الأحلام دي والجثة. والأغرب إن واحد من السكان اعترف إنه فتح الباب زمان ولقي قطة سوداء واقفة على الجثة، لكنه افتكرها عظمة أو حاجة مش مهمة. القضية بقت لغز، والنيابة قفلتها في الآخر على إنها جريمة قتل غامضة ضد مجهول. الشقة دلوقتي اتقفلت نهائي، وممنوع حد يقرب منها، واللي قرب رجع بيحكي حكايات عن صوت بكاء بيطلع منها بليل، وصوت ست بتقول: ساعدني. لكن محدش قدر يثبت حاجة. قصة الجريمة دي مش بس مرعبة، لكنها كمان بتخليك تسأل: في كام شقة زي دي في مصر؟ كام جريمة مدفونة في صمت؟ كام جثة مستنية حد يكتشفها؟ ويمكن في جثة دلوقتي وراك بتتفرج معاك بعد ما الشرطة قفلت القضية رسميا ووصفتها كجريمة قتل ضد مجهول. اعتقدوا إن الموضوع خلص، وإن الجثة اتدفنت والشقة اتركنت وخلاص كده. لكن الحقيقة إن القصة ما انتهتش، دي كانت لسه بتبدأ. بعد حوالي شهر من اكتشاف الجثة بدأ يظهر شيء غريب. الراجل اللي كان مسؤول عن العمارة، الحارس القديم، اختفى. حرفيا اختفى. ساب هدومه، موبايله والمفاتيح وكل حاجة. اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. الشرطة فتشت العمارة، فتشت السطح، فتشت الجراج. لا أثر. الناس بدأت تتكلم: يمكن دخل الشقة، يمكن حاول يسرق حاجة، يمكن شاف حاجة مش لازم يشوفها. بس الأغرب من ده إن كاميرات المراقبة أظهرت آخر لقطة له وهو واقف قدام باب الشقة المسكونة بيكلم نفسه، وبعدها دخل وما طلعش. مشهد زي أفلام الرعب بس حقيقي. قرروا يفتحوا الشقة تاني ويدوروا، لكن المرة دي ملقوش أي أثر لجسمه، وكأن الشقة بلعته. مفيش نقطة دم، مفيش صوت، مفيش حتى ريحة. الشقة كانت باردة كأنها تلاجة، بس الكهرباء مقطوعة من سنين. واحد من الضباط اللي دخلوا المرة دي اتنقل بعدها على مستشفى نفسي بعد ما قال لأهله: أنا شفت الست كانت واقفة في الركن وكانت بتبصلي، ما اتكلمتش بس عينيها بتصرخ. كل ده بدأ يخلي الناس تعيد التفكير في اللي حصل. هل منى فعلا ماتت بس، ولا روحها لسه حابسة في المكان؟ وهل ممكن تكون مش الضحية الوحيدة؟ الناس بدأت تتكلم عن شاب غريب كان بيجي كل أسبوع عند العمارة، يفضل يبص على البلكونة، يوقف بالعربية ويقعد ساعة كاملة مش بيعمل حاجة. بس لما الشرطة مسكته لقوه ساكن زمان في الشقة اللي تحتها، وقال إنه كان بيسمع كل يوم الساعة 3 الفجر صوت ست بتغني بصوت خافت زي التواشيح. ولما سأل مامته عن الصوت ده زمان قالت له: دي منى، كانت دايما بتحب تغني وهي بتنضف، بس اختفت من يوم ما الشقة اللي فوقنا اتقفلت. يعني الراجل ده كان بيسمع صوتها بعد اختفائها بسنين. التحقيق رجع يفتح تاني بس بطريق غير رسمي. واحد من الضباط قرر يحقق لوحده بعيد عن الداخلية. اسمه الرائد عصام، وكان معروف إنه ما بيقتنعش بالخرافات. قرر يقعد ليلة كاملة جوه الشقة وسجل كل حاجة. المقطع اللي لقوه على الموبايل بتاعه بعد كده مرعب. في الفيديو هو قاعد في الصالة والوقت بيعدي وكل حاجة طبيعية لحد الساعة 52 بالظبط. النور اشتغل لحاله رغم إنه مقطوع من شركة الكهرباء، والباب قفل لوحده، وبدأ صوت بكاء يطلع من الحمام. الكاميرا تهزت والصورة اسودت، وآخر حاجة اتسمعت هي صوته وهو بيقول: مين هنا؟ منى، انتي عايزة ايه؟ وبعدين صمت تام. لما الشرطة دخلت عليه تاني يوم لقوه نايم على الأرض مش فاكر حاجة، بس إيده مكتوب عليها بالدم كلمة واحدة: ظلم. ورا ظهره على الحيطة في رسمة مرعبة مرسومة بالفحم. رسمة ست وشعرها نازل على وشها وإيديها مفتوحة كأنها بتدعي بس بدون ملامح. الطب النفسي قال إن دي حالة هلوسة جماعية، وإن الشقة بتأثر على أي حد يقعد فيها فترة طويلة. بس الرائد عصام لما خرج كتب في مذكراته، واللي سربها واحد من أصحابه، إنه مقتنع إن منى ماتت مظلومة، وإن في حد تاني ورا الجريمة، شخص قريب جدا منها. يمكن واحدة ست، واحدة غارت منها، أو واحدة كانت بتحب الراجل اللي منى اشتغلت معاه. طيب مين؟ المعلومات كانت قليلة، لكن في شاهدة اسمها إلهام، كانت جارة قديمة في الدور الرابع. طلعت وقالت إنها سمعت في يوم خناقة بين منى وست تانية اسمها مدام رجاء.
زوجة مراد بيه القديمة، وقالت إن مراد كان بيحاول يرجع مراته، لكن مراته شكت إن في علاقة بينه وبين منى. وفي ليلة الخناقة سابت العمارة الساعة 4 الفجر ومعاها شنطة، ولما رجعت كانت إيدها مجروحة. رجاء دي راحت فين؟ بعد الحادثة اختفت وسافرت برا، بس لحد النهاردة محدش يقدر يوصل لها. هل هي اللي قتلت؟ هل مراد تستر على جريمتها؟ هل الجثة كانت دليل ومراد خباها من الحب أو من الخوف؟ كل ده ملوش إجابة. الشقة اتقفلت مرة تانية ومعاها كل الأسرار، لكن السؤال اللي بيقعد يرن في ودان أي حد سمع القصة دي: لو دخلت الشقة هتسمع صوت منى، ولا ممكن تبقى أنت الجثة الجاية؟ الفيديو ده مش بس عن جريمة قتل، دي لعنة. لعنة بدأت بجثة ولسه ما خلصتش.